طريقة تأسيس الديفيتير الوسط والديفيتير العادي. خلينا نقول إن الديفيتير العادي عندنا بيبقى من مكانين. تمام. يعني احنا عندنا مفتاح جنب السرير ومفتاح جنب الباب. مفتاح جنب الباب، مفتاح جنب السرير، ده الديفيتير العادي. تمام. بيتوصل طرفين. هو المفتاح بيكون 3 طرف. تمام. جاي لك يا حازم دقيقة واحدة. حازم بيصوت تحت. عندنا مفتاح الديفيتير العادي بيكون فيه 3 خانات، 3 مسامير. تمام. ادي المسمار التالت. عندنا طرفين اسمهم طرفين قلاب. تمام. دبل سويتش. عندنا طرفين كده فاضيين، ده الديفيتير العادي لحد دلوقتي. طرف كهرباء بيدخل على اول مفتاح، وراجع اللمبة اللي قدامك دي بيجي على تاني مفتاح. يعني بمعنى الأصح أنا عندي مفتاح هنا وعندي مفتاح هنا، بجيب خرطوم فاضي من هنا، تمام، لهنا، بشد في الخرطوم ده 3 أطراف، مش طرفين، 3 أطراف. ليه بقى 3 أطراف؟ أنا عندي الراجع بتاع اللمبة دي نازل هنا، يبقى الراجع بتاع اللمبة دي هينزل على مفتاح الديفيتير اللي هنا، هيبقى في الخانة دي. تمام. يبقى انا كده محتاج ان انا اودي للمفتاح اللي هناك ده كهرباء. مش هينفع اخد له كهرباء من لينية البرايز. هنا عندنا الانارة منفصلة والبرايز منفصلة، يبقى انا لازم اخد طرف من لينية الانارة من هنا، يمشي معايا في الخرطوم، يروح على المفتاح اللي هناك مع الطرفين اللي هم دول. تمام. دي كده طريقة توصيل الديفيتير العادي اللي هو من جنبين فقط. تمام. طيب، الديفيتير الوسط بقى اللي هو بيكون من 3 أماكن. أدي مكان، 2، 3. تمام. يمين شمال السرير وجنب الباب. ده بيبدأ أول حاجة بمفتاح 3 طرف، وينتهي بمفتاح 3 طرف، وفي النص بيكون مفتاح 4 طرف اللي هو مفتاح سلم. هو مشهور بالاسم ده، مفتاح سلم. تمام. نفس التوصيلة دي هي دي، بس ايه اللي احنا عملناه في التوصيلة دي؟ شفت المفتاح ال4 طرف ده؟ عشان اوصلها لك بتيجي هنا كده في الطرفين دول بالظبط كده. ادي ال4 خانات بتوعنا. تمام. بكل بساطة ده الديفيتير العادي، تقدر تخليه وسط. تمام. يعني طرفين سلك بينزلوا معاك ويروحوا على اللي هناك. خلاص كده. يعني انا عندي هنا اول مفتاح 3 طرف. تمام. ان شاء الله باذن الله ساعة التشطيب هنكون معاكم خطوة خطوة وهنقفلها قدامكم. واي حاجة حبيت تستفسر عنها اكتب بس في تعليقات كده، ولو مش هرد عليك هتلاقيني تاني يوم بعمل لك لها فيديو. تمام. متنساش تصلي على النبي. دي كانت حاجة بسيطة كده، طريقة تأسيس الديفيتير العادي والديفيتير الوسط. ويا رب نكون بنقدم لكم لو حتى حاجة بسيطة كده بس تفيدكم. والله المستعان. السلام عليكم.